صدقًا، صدقًا وقولًا للحق راهو كان ما زلت مواصلة معناها في القناة، كان على جال أمثال معناها الجماعة هاذوما يعطيهم الصحة وبارك الله فيكم، معناها يشجعوا فيا يجبروا لي بخاطري، إن شاء الله ربي يجبر بخاطرهم، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الكلمة الطيبة صدقة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله ربي تكونوا الكلكم في خير ونعمة. هاني رجعت لكم، رجعت في فيديو جديدة مع وصفة جديدة. كيف ما طلبوا مني مشتركات عزيز على قلبي، يا مدام ما عادش تغيب علينا، يا مدام وينك، يا مدام حيرتنا بربي شنو أحوالك، كان إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله ربي يجبر بخاطر، ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم وان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا. دونك اليوم جينا في فيديو جديده. اليوم باش نعمل مع بعضنا كريم موسلين. انا بالنسبه لي انا كريم موسلين من احسن الكريمات اللي تحشى بها وتزين بها الجاتوات، على خاطرها خفيفه وبنينه وسهله زاده. اليوم معناها هاكم تشوفوا القوام نتاع الكريمه نتاعنا اللي باش نشوفوا شنو المراحل نتاعها وشنو هما المقادير. ما كومش باش تندموا، ياسر تحفونا برشا. دونك اليوم انا باش نعمل الكريمه نتاعي. باش تاخذ الكريمه كريمه نوازيت، باش ناخذ ساشيات كريمه نوازيت وباش ناخذ معاهم 800 مليلتر حليب. 800 مليلتر حليب وناخذ معاهم 7 مغارف هكا هو سكر. السكر حبيتوا انتوما تزيدوا، حبيتوا تنقصوا ديك حسب الذوق. انا لهنا نقصت شويه، نورمالمون 8 نقصت مغارف. باهي، اول حاجه باش ناخذوا شويه حليب مش برشا، 800 مليلتر تاخذوا منها 200 100 اللي هو المهم ما تاخذوش الكل، وتحاولوا انكم تذوبوا فيها اكل الكريمه نتاعكم والسكر. هذه لاستيس الاولانيه، هو انكم باش اول حاجه باش ما تتعبوش، خاطر فرق ما بين انك تذوب المكونات هذيك في ايترا حليب ولا 800 مليلتر، معناها الحكايه تطلب اكثر وقت. دونك هنا نحاولوا ان يعني نذوبوها في شويه حليب ونحركوا لين يذوب في انتظار انه الكريمه نتاعنا والسكر يذوبوا في الكونتيتي الصغيره نتاع الحليب. لقيت الكميه نحطوها على الغاز لين تولي معناها تسخن بالكدا بالكدا، معناها حتى الفور مش مشكله. وبدو نضيفوا فيها على الخليط الاولاني بشويه بالتدرج هكاكا حتى لين معناها ينسجم الخليط الكله. هذيك انا حبيت ان نقد الكسرونه نحي منها بقيه الحليب ونخلطه باستمرار، ميم با معناها حكايه دقائق، بضع دقائق فيسع فيسع يختار الخليط نتاعنا، وهكا تكون الكريمه نتاعنا حضرت في اقل وقت ممكن. معناها هذه صدقا تكون حضرت فيسع فيسع، وجربوها وتشوفوا. تعود باش تعمل كريمه في ظرف ربع ساعه ولا الكل، لا، في بعض بضع دقائق بالطريقه هذه فيسع فيسع تحضر. صحيح حضرت بكت نكون انا محضره بحذايا معونه هكا واسع شويه باش نبرد فيه الكريمه نتاعي. نحطها كيف هكا ونغطيها بابي سلوفان كيف هكا ونخليها تبرد. باش تحطوها في الفريجيدير يزوكم تبرد، ومن بعد تخلوها اللي تاخذ يعني الحراره نتاع درجه الحراره نتاع المطبخ. ما تعملوهاش من الفريجيدير طول، راهي مش باهيه معناها باش بعديك تصيب لكم الماء. لهنا نكون حضرت بحذايا عندي باتور لهنا، كل واحد عنده باتور ولا بيتران ولا اللي هو. نجي لهنا نحضر معاها اكل 800 مليلتر حليب هذيك وزوز ساشيات. انا خذيت عليها 400 غرام زبده. الزبده حسب الاختيار، حبيتها حيوانيه حبيتها هذيك اكل غير مبستره او مبستره ولا شنو حكايتها. لهنا انا ما حطيتش الزبده معناها حيوانيه خاطر الاولاد ما يحبوهاش. نحطها في الخلط نتاعي كيف هكا ونحاول اني يعني نركضها بالكدا بالكدا، ومره مرتين تفقدها ناحيه كيما شفتوا. لهنا بديت بالزبده لهنا باش نرجعها معناها التكسير نتاعها بوماد، وبعد باش نبدا نزيد بشويه بشويه الكريمه نتاعي. ها هو كيف ما تشوفوا في نفس الوقت الباتور قاعد يخدم، وهكاكا بالطبيعه باش يتمازجوا مع بعضهم ويتجانسوا وتولي عندي الكريمه. انا لهنا اخترت الكريمه نتاعي نوازيت. علاش؟ خاطر كانت تتذكروا في فيديو سابقه تنخليكم الرابط نتاعو تحت توتا في صندوق الوصف، عملت براليني نوازيت. هذيك علاش انا اخترت اليوم الكريمه نوازيت. كيف ما تشوفوا لهنا هاي صحيح بديت كل مره نتفقدها نحلها ونهبط
الكريمة اللي وحلت في لي باروا متاع الماعون متاعي، ونواصل باش نضمن ان هي كلها معناها تمازجت واندمجت مع بعضها. تويكا ها هو لهنا البراليني اللي حضرناه مع بعضنا، باش نصب منه معناها الكونتيتي اللي نحب عليها انا واش نحب. هذيك عملت 300 غرام كي تتذكروا، باش نحط منه معناها كونتيتي لاباس بها، وهكا يتنكه لي الكريمه، تتنكه الكريمه بتاعي، وحتى اللون بتاعها زاد نوعا ما يتبدل. ما نحكي لكمش على الريحه، بالرسمي ريحه وفيحه، معناها جربوها صدقوني تعودي بالخير. هذه حسيلو كانت الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. يعطيكم الصحة مرة أخرى على الكلام الطيب، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يبارك لكم. ادعموني في القناة بك اللايك هو راهو اللي يوسع ويخلي القناة تنتشر وتوصل، وهكيكا معناها تكبر وتكبر عيلتنا. مرة أخرى ربي يجازيكم كل خير، وفي الأمان وبسلام.